يا مساء الفل والياسمين على حبايبي أغلى متابعين. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة من أحلى وأجمل الكيكات اللي أنا بصراحة بفضلها. كيكة إيه يا ترى؟ كيكة الرواني. لما تكوني مستعجلة وعاوزة تاكلي حاجة حلوة وسريعة من غير تعب أو مجهود، يا دوبك في دقايق 5 دقايق بس هتحضريها والله. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنحضرها ازاي مع بعض. أول حاجة حبايب قلبي الشربات، والشربات الرواني بيكون خفيف زي شربات البسبوسة بالظبط. هنحط بقى كوباية ونص سكر على كوباية ونص مية. طبعا هنشغل عليهم البوتاجاز لمدة 5 دقايق لحد لما السكر يدوب زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هننزل بعصرة من الليمون، هنطفي طبعا عليهم بقى النار وهنسيب الشربات لحد ما يبرد تماما. يلا بقى نجيب بقى الخلاط بتاعنا الجميل، هننزل فيه ب3 بيضات. طبعا لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. هننزل عليهم بكوباية من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هنضربهم لحد ما لونهم يبقى فاتح. بعد كده هننزل عليهم بنص بس كوباية من الزيت، وعليهم علبة زبادي كبيرة بلدي طبعا كلنا عارفينه. لو انت مش بتحبيه استبدليه ممكن بعلبتين صغيرين زبادي الشركات. طبعا هنضربهم مع بعض لمدة 5 دقايق كده. المكونات السايلة جاهزة معايا، هننزل بيها في طبق وهنحط عليها كوباية من صينية البسبوسة اللي هو ايه؟ السيمولينا. طبعا كلنا طبعا عارفينه. هننزل بعد كده بكوباية جوز هند، ويا ريت حبايب قلبي يكون جوز الهند ناعم. بعد كده هنجيب المصفى وهننخل عليها كوباية بس من الدقيق وكيس بيكنج باودر ما يعادل الكيس معلقة كبيرة. بعد كده هنبتدي نقلبهم كلهم في اتجاه واحد. اول المكونات الجافة ما هتختفي معانا هنوقف تقليب تماما. عندي بقى هنا صينية جميلة كده مقاس 28 في 20، دهنتها قطعة من الزبدة ورشيت عليها شوية سميد. اوعي ترشي دقيق. هننزل بالخليط بتاعنا بتاع الكيك. بعد كده هندخلها الفرن، طبعا فرن البوتاجاز في الرف الأوسط على درجة حرارة 180، حوالي ساعة إلا ربع في الفرن. أول ما نخرجها الكيكة بتاعتنا الجميلة من الفرن وهي سخنة، هننزل طبعا عليها بالشربات البارد اللي احنا عملناه مع بعض أول الفيديو وهي سخنة والشربات بارد أو العكس. شايفين بقى حبايبي الجمال؟ لازم بجد تجربوها، هتدوب في بقكم والله من حلاوتها. مفيش بقى. تسلم ايديك يا شيف ماجي. جربوها حبايبي وهستنى رأيكم. وما تنسونيش بقى من اللايكات بتاعتكم الجميلة وشير في كل مكان لأصحابكم اللي بيحبوا كيكة الروان.